بعد الفيديو ده مش هتتلخبط تاني ومش هتخاف تاني. ركز معايا، بيقولك محيط مربع طول ضلعه 5 سنتي. تمام، هو عايز محيط مربع طول ضلعه كام؟ 5 سنتي. في الحالة دي لازم تبقى عارف ان محيط المربع طول الضلع في 4، يعني طول الضلع هنا كام؟ 5، يبقى هتضرب ال5 في 4 هتدي لك كام؟ 20. أي مما يلي ليس من مجموعة حقائق الأعداد 3 و6 و18. أول ما يقول لك مجموعة حقائق الأعداد اعرف على طول إنها مجموع الحقائق دي هتبقى الضرب والقسمة، الضرب بالإبدال والقسمة. يعني 3 في 6 ب 18، 6 في 3 ب 18، 18 على 6 تساوي 3، 18 على 3 تساوي 6. هي دي الحقائق. أمال دي إيه؟ 3 زائد 6 تساوي 9، هي دي اللي مش من الحقائق. يبقى أنا هختار دي، وهي دي اللي مش من مجموعة الحقائق، لأن دي مجموعة حقائق الأعداد، ودي كمان ودي كمان. أراد معلم توزيع 40 جائزة. أنا عايزك أول ما تلاقي كلمة توزيع اعرف إن أنت هتعمل اسمة. أول ما تلاقي كلمة توزيع اعرف إن أنت هتعمل اسمة. أراد توزيع 40 جائزة على كام؟ على 4 تلاميذ بالتساوي. أول ما يقول لك ما نصيب كل تلميذ اعرف على طول إن أنت هتقسم. خلاص؟ هنقسم 40 على الأربعة. تديني كام؟ في الحالة دي هتعمل ايه؟ يعني ايه 40 على 4؟ يعني هتسأل يا 4 هو انت اتضربتي في كام؟ عطتيني 40. اي رقم هيدي لك 40 او 50 او كده يبقى اتضرب في كام؟ اتضرب في 10. بيقول لك لازم حاصل ضرب 6 في 3 باستخدام خاصية التوزيع. انا عايز افهمك يعني ايه كلمة خاصية التوزيع. اول ما يقول لك توزيع هتعمل اللي انا بقول لك عليه، تمام؟ هتعمل قوسين زائد قوسين كمان، ده اول حاجه تعملها. تمام، خلاص ماشي. الرقم الصغير كام؟ 6. حطي لي 6 هنا و6 هنا، حطي لي فيه هنا وفيه هنا. الحاجات دي اساسيه تعملها قبل ما تشتغل وقبل ما توزع. امال مين هو اللي هوزعه يا مس رغده؟ رقم 13. واسهل لك طالما رقم 13 ممكن توزعه 3 و10، كده اسهل لك 3 و10. طيب اضرب كده 6 في 3 بكام؟ 18 زائد 6 في 10 بكام؟ ب60. واجمع عادي بقى. 18 زائد 60 كام؟ 8 و0 8، 1 و6 7، يبقى 78. هو ده حاصل الضرب. طيب هو اسم الشكل اللي قدامك ده ايه؟ لما يكون الشكل عامل كده ده اسمه متوازي مستطيلات. اسمه ايه؟ متوازي مستطيلات. طيب عدد رؤوسه كام؟ تمام، عدد رؤوسه ادي 1 2 3 4، عدد رؤوسه 4. عدد ازواج الاضلاع، خلي بالك ازواج يعني الزوج ده اللي هم ضلعين. ادي 1 و1 يبقى كده ده زوج. الضلعين دول زوج والضلعين دول زوج، يبقى كام زوج؟ 2. مش معناه ان هو ضلعين، لا، هو الزوج في الأضلاع ضلعين. ادي ضلع وضلع متوازيين يبقى ده زوج، وادي ضلع وضلع متوازيين يبقى ده زوج. استخدم الشبكة المقابلة اللي هي دي عشان ترسم مستطيل. المستطيل ده 5 صفوف و3 أعمدة. هتعملهم ازاي؟ وبعد ما ترسمهم احسب لي المساحة. ركز معايا كده، 5 صفوف و3 أعمدة. ادي 1 2 3. انا كده حددت 3 أعمدة الأول عشان أبقى عارف. ال5 صفوف دول يا باشا يعني تعمل 5 أدوار. أدي أول دور 1 2 3، أدي كده تاني دور، أدي تالت دور، أدي رابع دور، أدي خامس دور. 1 2 3 4 5، 5 أدوار اللي هم صفوف و3 أعمدة. طيب هو كده إيه؟ كده اللي هنا غير اللي هنا. وانت واقف كده كام؟ 5. طب وانت نايم هنا 3. اعرف على طول ان ده مستطيل. طالما الطول غير العرض يبقى ده مستطيل. طب ومساحة المستطيل تيجي ازاي؟ مساحة الشكل اعرف على طول الطول في العرض. مساحة المستطيل الطول في العرض. الطول كام؟ 5 والعرض كام؟ 3. يبقى 5 في 3
يديني 15. 8 في 8 تساوي 8 في نقط زائد نقط في نقط. ده اسمه خاصية توزيع. والحالة دي أنا قلت لك بتعملها إزاي؟ قوسين كده وبينهم زائد. طيب هنا حط كام؟ التمانية هنا كده هو ما وزعهاش، هو 8 في 8. التمانية الأولى ما وزعهاش، فحط 8 هنا و8 هنا. في مضطر هو يوزع مين؟ التمانية التانية، فخلاها 3. خلى الأولانية 3، خد من التمانية دي 3، اتبقى معاه كام؟ اتبقى معاه 5. يبقى هو اختار كام؟ كام اللي ناقص هنا؟ 8 و5 اللي هي دي. الشكل الرباعي الذي به 4 رؤوس متماثلة. هو أنا قلت لك قبل كده اللي فيهم 4 رؤوس متماثلة المستطيل والمربع. 4 رؤوس متماثلة زي بعض، المستطيل والمربع. هنا عندنا ايه؟ ما عندناش مربع بس عندنا مستطيل. بيقول لك احسب مساحة الشكل ده. هو الشكل ده كام؟ 3 وهنا كام؟ 5. يبقى كده ده مستطيل، يبقى ده كده ايه؟ مستطيل. فعشان تجيب مساحته تعمل ايه؟ الطول في العرض. يبقى 3 في 5 هيديني مساحته. 3 في 5 هيديني 15 وحدة مربعة. دي الحقائق يا باشا بتاعت عائلة الحقائق. لو قال لي ادي هنا 5، هنا في، وهنا 6، هنا على، هنا على. ايه هي الحقائق؟ بعملها ازاي؟ اهو 5 في 6 اول حاجة تديني 30. بدل الاماكن كده هتبقى 6 في 5 برضو هتديني 30. على بقى هتحط الرقم الكبير 30 مرة على ال5 و30 مرة على ال6. خلاص هي دي مجموعة الحقائق. تعال نشوف التانية كده اهي نفس الكلام. 4 10 40 يبقى هنعمل 4 في 10 ب40. مرة هنبدل كمان هتبقى 10 في 4 ب40. مرة هنعمل على فتجيب ال40 تقسمها مرة على 10 تبقى ب4، وتقسم ال40 مرة على 4 تبقى 10. ركز معايا كده. بيقول لك هنا المحيط. الشكل ده قدامك لو اللي واقف هنا 2 واللي نايم هنا 2 اعرف ان ده مربع. اعرف ان ده ايه؟ مربع. طب وهنا المربع عشان اجيب محيطه اعمل ايه؟ يبقى هضرب الطول ده في 4 عشان يديني المحيط. طول الضلع في 4 ده محيط المربع، يبقى هيديني 8. تعال نشوف اللي بعدها. ارسم مستطيلين مختلفين بمساحة 18 وحدة مربعة. طيب تمام، يعني معنى كده ان انا قبل ما اعمل الشكل هنا اصلا انت عايز تعمل حاجة، عايز تعرف كام في كام يديني 18. يبقى انا هعمل حاجتين يدوني 18. مرة هضرب 3 في 6 فيدوني 18، مرة هضرب 2 في 9. صح كده؟ طيب تعال نشوف 3 في 6 هنعملها ازاي. 3 صفوف في 6، 6 عواميد اهي. 1 2 3 4 5 6. ادي 6 عواميد اهم، واعملهم في 3 صفوف كده. انا عملت اول مستطيل 3 في 6. طب والمستطيل التاني هديله 2 في 9، فهضرب 9 عواميد 2 3 4 5 6 7 8 9 واعملها مرتين اللي هو صفين. فكده انا عملت مستطيلين مساحتهم مختلفة. لو ضربت ال3 في 6 هتديني 18، لو ضربت ال2 في 9 هتديني 18. العدد 14 من مضاعفات العدد. اول ما اقول لك من مضاعفات يعني ده نتيجة في جدول ضرب كام. 14 لا هو في 3 ولا هو في 6 لكن في 7. لكن لو قلنا 7 في 2 هتدي لك كام؟ 14. يبقى ال 14 ده ناتج في جدول كام؟ جدول 7. طب تعال نشوف العدد كام مضاعف مشترك للعدد 2 والعدد 5. أول ما يقول لك مضاعف مشترك للعدد 2 و5 اضرب الاتنين في بعض هيدي لك الرقم اللي هو عايزه 10. لو قلت 2 في 5 هتدي لك 10، ولو قلت 5 في 2 هتدي لك 10. أول ما يقول لك العدد
نقط مضاعف مشترك اضرب العددين في بعض هيديلك العدد، يبقى 10. العدد كام من عوامل العدد 21؟ عارفين يعني ايه كلمة من عوامل؟ يعني اللي اشتركوا عشان يطلعوا 21. يعني 21 دي كام في كام؟ 3 في 7. يبقى انهي الرقم اللي موجود؟ 3 اهو. خلاص؟ إذا كانت الأعداد 1 و2 و3 و6 دي كلها جميع عوامل عدد، العدد ده كام؟ ركز معايا كده، أنت هتعمل إيه؟ شايف الزوج ده 1 في 6 بكام؟ ب6. طيب 2 في 3 يديلك كام؟ يديلك 6. يبقى كل دول اشتركوا عشان يطلعوا لك إيه؟ جدول 6. عدد عوامل العدد 16. كام عامل؟ يعني كام شخص طلع لك رقم 16؟ هنقول هنا مع بعض 2 في 8 عطالك 16، ولو قلنا 16 في 1 برضو بيدي لك 16، ولو قلنا 4 في 4 ب16. يبقى ركز معايا كده، كام شخص طلعوا لك 16؟ 1 2 3 4، وهتحسب الرقم ده مرة واحدة يبقى 5. 5 عوامل طلعوا لك رقم 16. بيقول لك أي مما يلي ليس عاملا من عوامل العدد 8. يعني كام في كام يديلك 8؟ لا، أنا عايز واحد ما يديلكش 8. طيب 2 في 4 يديلك 8، يبقى مش هو ده اللي هو عايزه، هو عايز واحد مش من العوامل. طب 4 في 2 يديلك 8، يبقى مش هو ده. 3 عمرها ما اتضربت في حاجة عطتلك 8، يبقى هو 3 اللي أنا عايزه. العدد الذي عوامله 1 و2 و4 و5 و10 و20. أنا قلت لك تعمل إيه؟ أول حاجة أروح أعمل كده، همسك الرقم الكبير خالص وهو ده الرقم الغالب اللي بيكون هو عايزه. 20 في 1 2 في 10 4 في 5، كل دول يدونا 20. أول ما يقولك العدد اللي عوامله كل دول هات الرقم الكبير فيهم وهو يبقى هو العدد اللي هو عايزه. 5 و7 من عوامل العدد كام؟ قلت لك تعمل إيه؟ في الحالة دي اضرب الاتنين في بعض على طول. 5 في 7 بكام؟ ب35. طيب أول ما يقولك من عوامل العدد 40 هتعمل إيه؟ ركز، الرقم اللي أحاده 0 يا إما جدول 10 يا إما جدول 5. تمام؟ طيب 3 لا طبعا، 6 لا طبعا، 7 في 5 ب35، 7 في 6 لا مش دي خالص. طيب 8 جرب كده، 8 في 5 8 في 10 بكام؟ ب80. لا 8 في 5 ب40، يبقى هي دي، يبقى أنا هضرب 8. العدد 3 من عوامل العدد كام؟ يعني 3 هتتضرب في كام هتديني أي واحد من دول؟ 3 لو اتضربت في 3 هتديني 9، يبقى هو ده. ليه؟ لأن 3 مش بتتضرب في أي حاجة تديني ولا واحد من دول، يبقى 9. العدد 1 و7 و49 كلها عوامل كام؟ أنا قلت لك تعمل إيه أول ما أقول لك كده؟ هات الرقم الكبير اللي هو كام؟ 49، يبقى هو دي عوامل العدد 49. طيب تلت ساعة يعني كام دقيقة؟ أنا في حاجات ثوابت قلتها لك وهنزلها لك بعد كده، اللي هي تلت الساعة بيدي لك كام؟ 20 دقيقة. طيب والساعة بتدي لك كام؟ 60 دقيقة. دي ثوابت عايزك تحفظها. نص الساعة كام؟ نص الساعة 30. طب وربع ساعة 15. يبقى مين الأكبر؟ يبقى ده الأكبر طبعا، النص ساعة. الوحدة المناسبة لقياس الوقت، مين هي اللي بتقدر تقيس الوقت؟ ساعة ولا متر ولا كيلو متر ولا لتر؟ ساعة طبعا. الوقت الذي تشير إليه عقارب الساعة، الوقت ده كام في دول؟ الصغير على 8 والكبير على 3. عد معايا كده، يبقى هنا 5 10 15، وصل ل3 يعني 15، يعني 8 و15 دقيقة. إذا كانت الأعداد 1 و2 و4 و8 هي كل عوامل عدد ما، فما هذا العدد؟ أنا قلت لك إيه قبل كده؟ لما يقول لك دي عوامل رقم كام هات لي أكبر عدد فيهم، اللي هو مين؟ ال8. ليه؟ أصلا أنا لو قلت 8 في 1 هتديني 8، ولو قلت 2 في 4 هتديني 8، يبقى العدد كام؟ 8.
تعالى بقى نرسم عقارب الساعة ل10:30. ركز معايا. ادي 10 هنرسم ايه؟ هتبقى في النص شوية ما بين العقرب الصغير، في النص شوية ما بين 10 وال11، وتعالى عند النص هيبقى العقرب الكبير على 6 لأن هي دي كلمة نص. تمام؟ طيب بيقول لك هنا ركز بقى في المسألة دي جدا. بدأ يوسف عمل واجبه المنزلي الساعة كام؟ الساعة 5. يبقى معنى كده إن هو بدأ الساعة كام؟ دي البداية، لازم تحدد كده معايا البداية. وانتهى الساعة كام؟ 45. يبقى دي النهاية. هو هنا عايز ايه؟ الوقت المنقضي. انا قلت لك في قانون قبل كده ونزلت لك فيديو قبل كده فيه ازاي تجيب الوقت المنقضي، دور فيه هتلاقي ازاي نجيب الوقت المنقضي. عشان اجيب اول ما اقول لك الوقت المنقضي في ثانية اطرح النهاية ناقص البداية هيدي لك الوقت المنقضي. يعني الوقت المنقضي هنا هعمله ازاي؟ الوقت المنقضي اطرح 45 ناقص 5. طب هطرحها ازاي على جنب؟ اهو اطرحها كده على جنب اهو. 40 دي هتنزل وهنا مفيش ساعة خلاص. 5 ناقص 5 0. يبقى كام الوقت المنقضي؟ 40 دقيقة. يبقى تجيب الوقت المنقضي ازاي؟ ها؟ النهاية ناقص البداية هيدي لك الوقت المنقضي. طيب بدأت مريم الطهي الساعة 3:15. لو استغرق يعني معنى كده ان ده الوقت المستغرق. ركز معايا. استغرق الوقت كام؟ ساعة و10 دقايق. خلي بالك هو كاتبها لك كلام، انت اعملها له ايه؟ ارقام. ساعة اهي 1 و10 دقايق اهي، فانا عملتها ساعة و10 دقايق. يبقى انا عندي هنا البداية 23 دقيقة والوقت المستغرق 1 ساعة و10 دقايق. فما الوقت الذي انتهت؟ خلي بالك أول ما يطلب انتهاء فنهاية الوقت بتيجي ازاي؟ نهاية الوقت بتيجي تجمع لي أول ما أقول لك نهاية اجمع على طول. اجمع البداية أهو، البداية زائد الوقت اللي ايه؟ اللي عدى. هجمعهم ازاي عشان ما تلخبطش؟ على جنب كده خليهم تحت بعض اهو، واجمعهم تحت بعض. 20 و10 30 و1 و3 4. يبقى انتهت الساعة 4:30 من الطهي. اتفقنا؟ تعال نشوف. بدأ سعيد المذاكرة 4 و10. أنا عايزة أسهل عليك المسائل بتاع الوقت عشان تبقى سهل. لو حفظت ال3 قوانين هيبقى سهل الموضوع جدا عليك. بدأ الساعة كام؟ تمام، أنا كده معايا البداية أهو. وانتهى الساعة كام؟ 6:45. أنا كده معايا النهاية. فما الوقت المستغرق؟ أنا قلت لك أول ما يقول لك الوقت المستغرق اطرح النهاية ناقص البداية هيدي لك الوقت المستغرق. الوقت المستغرق يساوي اطرح 6:45 ناقص 4 و10. تعالوا نطرحهم على جنب كده. 6:45 ناقص 4 و10 دقايق. 5 ناقص 0 5. 1 ناقص 4 4. 3 سوري 3. و4 من 6 2. يبقى أنا عندي هنا الوقت المستغرق 2 و35 دقيقة. يريد أمير توزيع. أول ما يقول لك توزيع اعرف إن المسألة على طول كده قبل ما تبدأ 48 قطعة على كام؟ على 8 من زملائه. كم عدد الحلوى التي يأخذها كل واحد فيهم؟ هتعمل 48 على 8 هتدي لك كام؟ 8 اتضربت في كام؟ هتطلق 48 اتضربت في 6. استنى ان شاء الله المرة الجاية هنزل لك طريقة لجدول الضرب سهلة جدا تسهل عليك وانت بتحل.